إخواني، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الليالي العشر أيام اجتهاد، وكان اجتهاده شاملا لجميع أنواع العبادات من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والصدقة وغيرها. وكان أيضا يشد مئزره، يعني يعتزل نساءه ليتفرق للعبادة والذكر، فيحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر لشرف هذه الليالي وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يدل على فضيلة هذه الليالي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إيقاظ أهله للصلاة والذكر حتى يغتنموا فضل هذه الليالي، فهي فرصة العمر.